أنا ساعتها رحت قايمه من تحت ومنه بسرعه ودخلوا على الحمام، ورحت طالعه على طول وقلت له: اتفضل، مش هو ده برضه اللي انت عايز تشوفه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ها هلا بكم معايا في قصة جديده. صلوا على النبي ويلا بينا علشان نبتدي قصتنا النهاردة. احنا 4 اخوات بنات، شيماء وهداير ودينو ومروه. وانا بقى مروه هصغر واحده فيهم، وكنت اشقه واحده فيهم. دايما ابويا وامي كانوا بيقول شكل مرو دي تغلبنا وتدخنا معاها. كنت شايفه ان انا احلى وحده وان اجمل وحده وان انا جريئها استاهل ان انا اعيش بانطلاق وحريه. ما كانش عاجبني العيشه اللي أهلي كانوا معودين أخواتي البنات عليها. أنا كنت عايزه أعيش بطريقه ثاني خالص. كان عندي أحلام وتطلعات كتيرة، وكان حلم من أحلامي إن أنا أعيش لوحدي زي الأجانب أو زي مسلسل أو فيلم شفته وأنا صغير، وأعيش لوحدي ويبقى عندي بيتي خاص بيا وأهلي يبقوا بعاد عني وأعمل اللي أنا عايزاه من جوري. وطبعا الكلام ده ما ينفعش خالص مع أبويا الراجل الطيب الغلبان المحترم اللي على قد حاله. أنا بقى ما كانش بيهمني حد مهما كان أي حد يحاول إن هو يسيطر عليا، يمشي كلامه عليا أو يقول لي نصائح. كنت بعمل اللي أنا عايزاه وبس، غير كده ما يشغلنيش. الحاجة الوحيد اللي كانت بتخليني إن أنا استمر في الدراسة هي اللي أنا أفضل خارجه وطلعه، أروح دروس، أروح هنا أروح هنا، عرفان أنا أتحرك. عشان لو أنا كنت قلت لهم مثلا أنا مش عايزه أتعلم كانوا هيقعدوني في البيت جانبهم، وأنا ما كنتش عايزه كده. أمي هتخليني أنظف وأروق وأمسح وأكنس وأعملونا ما يمشيش معايا الكلام ده. كان دايما قرايبي كلهم بيتجنبوني، عارفين دي مرو دماغها تعبانه، مرو بتحب الحرية، مرو مش هتجيبها البر كله. بعيد عن يالا واحد بس، واحد بس هو اللي كان قريب مني، جدابن عمتي ابن عمتي. كان ليه نظره ليا، كنت بحس إنه معجب بيحبني بس ما كانش يشغلني، لأن أنا الحاجات دي كانت قدامي كتير ومرطرطه. بس كنت ببقى فرحانه قوي إن في حد من العيلة دي كلها بيحب إن هو يشوفني أو يتكلم معايا. الوحيد فيهم اللي كان عنده استطاع إن هو يقعد يتكلم معايا ويفتح معايا كلام ويشوفني يسلم عليا حتى لو في الشارع. أي حد تاني كان بيعمل نفسه ما يعرفنيش. خلصت الدبلوم وصممت مع بابا إن أنا لازم أدخل كليه. طب هتدخلي كليه إيه؟ قلت لهم أي حاجة المهم يبقى معايا شهاده كبير. وراح أبويا قال لي لا، انت بنت بتاعه مشاكل وانا تعبت معاكي لحد ما وصلتي اصلا لحد هنا كويس قوي عليا لحد كده، وده اخرك معايا انت من الاخر كده ملكيش غير قعدوا البيت. قلبت الدنيا وقعدت تزعق واشمعنا انا اللي مش عايزني اكمل تعليمي. او قال لي انا عارف ان انت مش عايزه تتعلمي وانت اصلا فاشله في دراستك، وده حقيقي لان انا ما كنتش بهتم بالكلام ده. كانت اهتماماتي هي الخروج والفزع زي ما فهمتكم، وان انا اوقع الولد. ده يراهن صحابي ان انا هكلم الشاب ده امشي كده واتزوق، وبحب قوي ان انا اتعاكس وان ده يبص لي وده يبقى عينه عليا وده يبقى عايزني وده يبقى عايز. وراجم تليفوني وكنت بتباه بالحاجات دي. العلاقات اللي كانت حوالين مني دي كلها كنت بحس ان دي حاجة لازم افتخر بيها. وطبعا الشلة بتاعتي كانوا شبه بالظبط، لأن أكيد أنا ما كنتش بتصاحب على البنات بتوع عيب وما ينفعش وما يصحش ويلبسوا إيه، ما يلبسوش أيهانة. كنت غير كده، فكنت بيصاحب اللي شبهي. مش معقوله هروح أصاحب وأخرج مع البنات دي كمان. المهم فضلت إن أنا أزعق وخدت فعلا حقي منهم، وخليت أبويا غصب عنه يدخلني كليها. طب مجموعك منيل بنيله، طب هندخلك إيه؟ قلت له أي حاجة إن شاء الله كليه تجارة. راح قال لي كليه تجارة ودي صعبه. قلت لهم انتوا مالكم دخلوني اي حاجة يا جماعة، المهم دخلوني. ها من هنا انا كنت بعتمد على الغش وخلاص وما كانش شاغلني حاجة. دخلت الكليه انا واصحابي نفس الشله ونفس الفرقه، وفي الكليه شفت بقى عالم ثاني خالص. شباب بجد، شباب حلو، علاقات مختلفة غير الحاجات اللي كانت زمان دي. وبعدين كانوا موجودين معانا في قلب الكليه الشباب اللي والدته مختلف عن ده وده مختلف عن ده كده، كل راجل ويا طعم ويا شكل. ويهلو نلمهم بعد أسبوعين 3 في الكليه. كنت عارفه لاث أرباع الشباب اللي موجودين هناك وبقوا كلهم عارفيني وكلهم ليهم كلام معايا. في واحد كان اسمه أدهم، كنت معجبه بيه أويانا. ما كنتش بحب حب، بس أنا كنت معجبه بيه وكان نفسي أعيش مغامرة أنا ما عشتهاش. حاجهم مختلفوا. فالولد ده كان معاه عربية وكان بيحب السهر والخروجات، وكان دايما يعزمنا نخرج برا، وكان بيبقى معاه أصحابه وكان بيشرب حاجات معانا. وكان يعني الجو العام أنا ما عشتوش قبل كده. حتى ولو أنا كنت ممكن أقول إن أنا منحرف هاوشية أو بحب الخروجات وكده، بس الجو ده لا، إن أنا أمشي بالعربية معاه أو أركب عربية أو أشرب حاجه أو أطلع خالص من جو العيلة. مش جو العيلة، وبقى كمان المنطقة اللي أنا كنت قاعده فيها الناس
اللي حواليا المجتمع اللي كنت عايشه جواه. دي حاجة ثانية بقى عجبني الجو ده قوي. صحابه قالوا لي بشمروه، يعني تغوطي قوي كده وتبعدي وتشردي قوي عنا، خليكوا قريبة. قالت لهم انتوا غيرانين مني، انتوا مزعلانين مني ومتضايقيني عشان انا احلى واحدة فيكم وانا الوحيد اللي بقيت اتعاز، يعني انا شايفه ان انا اكتر واحد والشباب بتحبني. ده بيبقى عايز يكلمني وده بيبقى نفسه فيا، وكانوا بيقولوا لي كلام يحرك الحجر، بس انا ما كنتش بهتم. لكن بصراحة لا، أدهم ده كان مختلف بالنسبة لي. قررت إن أنا أعيش معاه مغامرات جديدة، بقيت أخرج وأطلع معاه في أي وقت هو عايزه. تعالي نسافر الحتة الفلانية، أقول له يلا بينا تعالي نعمل الحتة الفلانية، أقول له يلا بينا أنا نفسي قوي أقعد معاكي في العربية في الشارع الفلاني وما نطلعش من العربية، يلا بينا. وطبعا كان بيحصل كل حاجة ممكن تتخيلوها في قلب العربية دي. ما كنتش بحسب لي أي حاجة ولا كنت حتى بفكر أنا إيه اللي هعمله، بكره بعيش كل حاجة بلحظتها لحد ما جيت في مرة اللي حصل ما بيني وبينه تقارب يعني، والموضوع بقى هيغوط في الغويط. حسيت إن دي مغامرة مختلفة ومجنونة، وإيه يعني لما أعيش الإحساس ده وأنا هفضل قاعد هكده مستنيه لحد إمتى؟ أفرضي ما اتجوزتش، افرضي ما كانش ليا نصيب الولد ده، عجبني أنا هعيش اللحظة دي معاه ومش هفكر في أي حاجة تاني. وطبعا إدهم ده كان قايل لي إنه بيحبني ونفسه يبقى معايا على طول، وإن أنا أهم حد في حياته. يعني مش حيلة كده واحد بخرج معاه يعني وخلاص ورحت عامله معاه علاقه، لا، كان المفروض إن في قص وحب ما بينا. هو ساعتها كان خايف لما كان في حضني يقعد ينبهني كده إن أنا يعني أفوق أو أقوم. قلت له لا، خدني كمل وفضلت أكمل معاه لحد ما فعلا الطوبة جت في المعطوبة زي ما بيقولوا. بس بالنسبة لي ما كنتش زعلانة، هو اليوم ده عملت لأول مرة في حياتي علاقة كاملة غير شرعية، عكس كل المرات اللي كانت بتبقى سطحية لدرجة إن هي ممكن تبقى من فوق الهدوم عادي في أي مكان في أي حتهوفي. شباب كتير كانوا بيعملوا كده وبنات برضو. أنا عرفها المهم بعد ما خلصنا وقمت وأنا فرحانة ومستمتعة ومبسوطة، حضنته وبصه وقلت له قد ايه إن الإحساس ده جميل وحلو وحاجه أنا ما كنتش متخيله إن هي كده. وبعد ما خلصنا ومشينا وهو خلاص بقى هينزلني من العربية، قلت له إحنا هنعمل إيه بقى؟ يا أدهم راح لي في إيه؟ قلت له في اللي حصل ما بينا ده. طبعا أنا مستنيه إن هو يقول لي حاجة تقدم لك، أو حتى بعد مثلا فترة، أو هرتب أموري أو هقول لبابا أو أي حاجة، خصوصا إن أنا عارفة كويس إن هو مش محتاج يعني فلوس ولا محتاج حاجة وممكن يتقدم لي فعلا ببساطة. بس أنا أصدمت بقى من ردته، لقيته بيقول لي جواز خطوبه، هنعمل إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ قلت له مش ده الطبيعي ولا إيه؟ قال لي طبيعي ايه يا بنتي؟ انت وحده بتتشقطي كده عادي وبتكلمي اي راجل انا اتجوزك، هعمل بيكي ايه؟ انت بتاعه كل الرجال وما ينفعش واحد يتجوزك. طبعا كلامه ده صدمني. انا عارفه ان كتير بيحبوني بس انا واخده ان كل دول بيحبوني، ده عايزني وده عايزني وده عايزني وده شايفني حلوة وده شايفني جميله وده نفسي يبقى معايا وده نفسه يتجوزني وده نفسي ويتقدمني وده بيحبني. مش بصلها ان هما كلهم حوالين مني عينهم مني، بس ان انا واحد رخيص ومش ده كان دماغي. اتفاجئت كلامه دخل على دماغي سحلني، بس ما كذبش عليكم، ما فضلتش بقى مع كونين وعلى روحي والكلام ده. رحت اتجمعت مع الشلة بتاعتي وقلت لهم كل اللي حصل، وأول حاجة قالوا لي احنا عايزينك تشرحي لنا بقى بالظبط ايه اللي حصل بينك وبينه، قولي بسرعة وعارفين ايه. قلت لهم بقول لكم ايه، انا بس عايزه يفهمكم اللي هو قالوا لي بعد كده. ففي أقرب واحده يعني من صحباتي كان اسمها رنيا، لقيتها بتقولي بص يا مروة أنا مش عايزاكي تعملي كده مع الولد ده تاني ولا غيره، خلاص انت مش جربتي يا ستي حاجة كان نفسك فيها، خلاص بقى عشان ما يحصلكيش حاجة، عشان ما يحصلكيش مصيبة، افرضي حصل لك حمل ولا نيلو. حمدي ربنا ان الموضوع ده جه لحد هنا. قلت لها طيب اعمل ايه بعد كده؟ افرضي جيت في يوم من الايام حبيت اتجوز او حاجة، هو الحقيقة ان انا ما كنتش مقدره فعلا المصيبة اللي أنا فيها. كنت بتكلم بطريقة باردة وسطحية، يعني مش شغله بالي برضه، رغم أن المفروض دي يتأزموا والمفروض دي مصيبة وممكن واحدة ثانية تعمل في نفسها حاجها بسبب اللي هي فقدته ده. بس أنا كنت عادي كلمت خلاص مع صاحبتي وأقعد أفضفض معاها. قالت لي بقولك إيه، إحنا مش هنقول لك روحي اعملي عملية، أنت عارفة إن في عمليات وكده، أنا عارفة إن في كده، بس أنا متأكدة أنت هتخافي. قلت لها صح حصل، أنا مستحيل إن أنا أدخل نفسي في قصة عمليه وكده واخاف جدا من البنج والكلام ده. قالت لي انا عندي فكره ليكي، بس لما بقى يحلها الحلل قلت لها لا قولي لي دلوقتي علشان ابقى بقى ايه هخه.
دماغي كده وابقى حاسه ان انا مرتاحة. قالت لي: ما انا قلت لك هقول لك على فكره، بس بشرط انك انت ما تعمليش الحاجة دي ثاني مع حد عشان ما يحصلكيش مشكله اكبر من دي، وكفاية قوي اللي جيت لحد كده. اتعاركت معه، قلت لها: يا ابويا على الكلاحو، ايه الذل ده، ما تقوليلي. قالت لي: تصطادي واحد اهبل غشيم غلبان على نياته تتجوزيه مش هيعرف حاجة. قلت لها: يا سلام، هو فين الأهبل الغشيم اللي على نياته ديت ممكن يبقى عايش وسطنا كده عادي، الرجال هكلها والبنات عارفوا قبل الرجال وكل حاجة دلوقتي. قالت لي: لا أكيد هتلاقي حد طيب أو حد غشيم ملوش في الكلام ده ومش مفتح، تقدري بحيله تخرجي من القصة دي يا أمه. بقى تروحي تعملي العملية انت حر. كلامها وقانون في دماغي، وحسيت ان البنت دي دماغها نظيفه وبتفهم. قلت خلاص انا هعتمد اللي هي قالته ده. معرفتش يبطل علاقات، معرفتش يبطل ان انا اتكلم مع الناس اللي انا يعني عارفاهم. غصب عني بلاقي نفسي فعلا برد على الاتصال: طب تعالي معانا الحتو الفلانية. اروح حاجة هتحصل بيني وبين حد الاقي نفسي بتعامل عادي. دي كانت طبيعتي، ومش عارفه انا ليه كنت عامله كده، واخده الدنيا سداح مداح عايشه في اي حاجه تيجي في حياتي. ما بفكرش في اي حاجه خالص غير مزاجي وان انا عايزاه اعمله، وبصوت عن ابويا رغم ان هو ما يعرفش حاجه. اللي خناقات الدنيا كلها بقى في البيت بس بيب مروه واعمال مروه وتصرفات مروه، وكله يقول لي: بتوفي في وشنا لو اتجوزتي. لحد ما لقيت في يوم من الايام كان عندنا مناسبه وقررت ان انا احضرها على غير العاده علشان اجس نبض الدنيا. وفعلا ساعتها شفت مين؟ شفت ابن عمتي اللي كان الوحيد بيكلمني في العيله كلها. اول ما شفته وقربت منه وابتدى يبقى في بيني وبينه حوار، افتكرت كلام صاحبتي على طول. قلت: ايه ده؟ هو ده اللي هم كانوا بيقولوا عليه غشيم وغلبان وما بيفهمش حاجه. بس طبعا انا ما كانش عندي استعداد ان انا اغامر واتجوز، وانا كده لازم اعمل حيلة وتانية. قعدت افكر ايه المفروض اعمله، وفي نفس الوقت كنت بحاول اقرب على قد ما اقدر. على قد ما اقدر من هسيد كان شاب مثالي، وكان شاب برضه مقفول عليه وجايز، ويمكن هو الغايم اللحظة اللي انا شفته فيها دي. عمره ما مسك ايد وحده بنت وما يعرفش حاجة عن الستات. وطبعا ده أنا عرفته بمنتهى البساطة لما قعدت معاه واتكلمت معاه وشفت شخصيته عن قرب، وأنا محدش يقدر يضحك عليا لأني ببساطة لفة ودايره وعارفه. الدنيا كويسة. افتكرت كلام صاحبتي، قعدت اتمدت الموضوع، وفعلا حطيت بقى خطة استراتيجية كده بالهداوة اللي أنا أقرب من الشخص ده، واخد رقم تليفونه علشان يبقى في ما بينا وبينبعض علاقه فيها كلام، فيها استلطاف، فيها حب، فيها إعجاب، فيها فيها. وفعلا حصل، لقيته بيتكلم معايا باحترام زيادة عن اللازم، وأنا كنت حاطه لنفسي خط وحاطه حاجة لازم تحصل قبل الدخله. قبل ما يجي ويتقدمني لازم يغلط معايا، لأن الواحد لما يعمل حاجة مع واحدة من قبل الجواز مش هيركز في اللي كان موجود وإن ما كانش موجود، بس هيركز قوي لما يبقى عريس وعروسه ليلة فرح. وده كان لازم أعمله علشان أضمن اللي هو يدخل فعلا عليه. موضوع إن أنا لسه عذراء ده لأن اللي صاحبتي قالته ليه، مجرد إن هو حتى لو غلبان وكده مش هينفع، لأن حتى لو هو مش فاهم ما يمكن حد ينبهها لحاجة شبه كده وينتظر بقى ويركز. أنا كنت عايزه أخلع من القصة دي كلها. رحت عاملة هي بقى، كان في واحدة صاحبتي ليها في جو الأعمال والحاجات دي، هي بتعرفه، كانت تحكي لنا دايما إن هي مخاويه وي وي وي، فكان ليها علاقة بشيخ، والشيخ ده رغم إن هو بياخد مبالغ كبيرة علشان يعمل أعمال، لكن هو قال لها إن هو هيعمل لي الحاجات دي بحاجة رمزيه لأجل خاطرها. رحت مع صاحبتي المكان ده وعملت عمل علشان أخلي ابن عمتي يحبني قوي ويتلهف عليا علشان يحصل ما بيني وبينه علاقة قبل الجواز، وأوجعه علشان أنام. كنتش عارفه أوجعه من مكالماته معايا في التليفون، وقد كان رحت وخدت حاجه من قطره ورحت عملت له عمل سيد ابن عمتي لقيته. بعد كده كلامه معايا اختلف بقى، يقول لي: أنا عايزه أشوفك قوي، انت وحشاني، مش عارف انا حاسس ان انا متعلق بيكي كده ليه. ومرة على مرة كنت بقابله فيها، وطبعا انا كنت بقعد اهزر معاه واضحك معاه والزق فيه اقرب منه، لحد ما لقيته في مرة بيقول: لا ياي انا النهارده هبقى لوحدي في البيت. قلت له: طيب عايز ايه؟ قال لي: عاوز انا وانت لوحدينا كده قعدوا رومانسكيه. قلت له: من عينيا يا صيت. يا سلام، احلى قعد ورومانسيه. ورحت وانا عارفه كويس جدا انا هعمل ايه. كان معايا منديل واوريدي المنديل ده فيه دمي، وكنت عارفه ان هو هيحاول معايا اليوم ده، وانا سهلت له الموضوع قوي علشان هو يندمج ويركز ويحاول ويوصل كمان لكل اللي هو عايزه.
وحصل فعلا كل اللي أنا كنت مخططه له بمنتهى البساطة. ورغم إن الواد ده طلع روحي علشان أخد منه كلمتين إعجاب، يعني رغم إن أنا كنت حاسه إن هو معجب بياما، كانش بيتكلم بعد ما حصل اللي حصل ده، رحت جايمه بسرعة ومن تحت منه، شد نفسي، خالعه نفسي، داخله بسرعة على الحمام، ورحت طلعه وأنا ماسكه المنديل وبقول له: عاجبك كده؟ عايز تشوف أي؟ هتفضل شوف شوف انت عملت ايه، مش هو ده اللي انت عايز تتأكد منه؟ قاعد يقول لي اهدي بسهدي وانا اعيط بقى ومنهاره. اهدي يا حبيبتي، انا عمري ما اسيبك، عمري ما تخلعنك، انت كل حاجه ليا في الدنيا، والله انا بحبك، انا بعشقك، انا كلام يا جماعه، كلام بقى. طب هتعمل ايه؟ قال لي بكره هبقى عندكم في بيت بكره، هتقدم لك وبعد بكره هتبقي مراتي. انا مش هستنى ابدا ابدا ان حد يقول لك اي كلمه تضايق. وراح لي امه وقلب الدنيا ومتقول لي: يا ابني بلاش البنت دي، لا هي عايزها، يعني عايزها، هي دي، يعني هي دي، أنا مش هتجوز غيرها، أنا هموت نفسي لو ما خدتهاش. يا ابني انت ايه اللي جرلك فجاه؟ مفيش مصمم إن هو يتقدمني ويتجوزي. وفعلا كل اللي أنا كنت برتب له بمنتهى البساطة حصل. محدش كان مصدق إن أنا خلاص هتجوزه، ومحدش كان متخيل أصلا إن أنا أتجوز من الأساس. بقى حد قريبي وعارف عني كل حاجة. طبعا أنا كنت واخده إن ده وقت معين، حاجة مؤقته مش هكمل عليها شوية وهسيبه وهبعد عنه. ده كان تخطيطي من بداية. فحز بقى واحنا بنجهز ترتيبات الفرح، واللي بالمناسبة تقدمني فعلا تاني يوم زي ما هو كان قايل لوحده، بعد كده عامل الألبان ده مع أهله، وبعدين جم وتقدموا ليشويه كتبنا الكتاب الموضوع كله. يا جماعة ما قعدش شهر ونصوفي، عز ما احنا بقى في آخر التجهيزات بقى وهنعمل الفرح، اكتشفت ان انا تعبانه. جداول ما حللت لقيت نفسي حامل. حامل ايه ده؟ انا حامل من اليوم، يوم واحد بس حصل بيني وبينه علاقه. يا لهوي، كويس ان انا ما عملتش ثاني حاجه مع حد خالص. كده كامله بعد صاحبتي ما قالت لي طبعا الحمل ده كان منه فعلا، بس المرة اللي حصلت بيني وبينه دي قبل الجوازات جوزنا، وهو كان فرحان جدا ان انا هجيب له طفل وهجيب له ولد وقعدنا كويسين جدا مع بعض. هو بيتمنى لي الرضا، ارضى اشخط فيه الشخطته، وهو بيعاملني احسن وافضل معامله. نسيت موضوع العمل ده وبقيت اقول ايه؟ يا سيد بيحبني قوي، بيعشقني، احاول. طب احبه مش عارف، همش قادره، مش قادره. استقر مع حد في علاقه، دايما عندي احساس بعدم الارتياح، دايما عايزه حاجه تانية، دايما بدور على الحاجة اللي ناقصه الشخص اللي معايا، ولاقي نفسي كل ما حد يجي في كده حياتي كده ويحاول يقرب مني او يبقى في كلام، الاقي نفسي اكلمه واهزر معاه ويبقى في كلام وحوار وممكن حاجات تانية كمان. وفضلت على كده على نفس الوضع ده فترة مش قليله. بعدين قلت لا، انا تعبت منه، انا لازم اطلع. رحت وقلت له انا عايزه اطلق. ليه؟ ازاي تقولي كلام جابه كده؟ انا مستحيل اسيب كانت مش عارفه ان انا اروحي فيكي. اقول له زهقت، زهقت يا سيد، مش قادره خلصانت. ما زهقتش مني، ما زهقتش من حياتنا المملة ديت. انا ما بعملش اي حاجة وانت بتيجي ساعات جايب كل حاجه من بره، وانا مليش اي 30 لازمة. لا ما تقوليش كده، انا مستحيل ازهق منك، انا بحبك، انا ما اقدرش استغنى عنك. كلام بقى. يا المشكلة ان سيد ما كانش قدي في اي حاجة، هلا في اسلوبي ولا في تفكيري ولا في طريقتي ولا حتى في العلاقة ولا في اي شيء. هو الكبير جدا من طموحاتي وقدراتي، اقل مني في كل حاجة. مش ده الراجل اللي انا ممكن اعيش معاه حياتي كلها، ولا ده الراجل اللي انا اقدر اكمل حياتي معاه. كنت مهمله في بيتيوفي كل حاجة، ما بفكرش إلا في نفسي. زي ما بيقولوا علاقاتي متعددة، وكتير من الناس اللي حواليا ابتدوا يلاحظوا ده، لكن الغريب إن هو ما كانش بيلاحظ أي حاجة. هزعق له اتعارك معاه، اتخانق معاه، أوحيله إن أنا بكلم رجاله، أوحيله إن أنا قادرة أعمل علاقه مع أي حد ثاني غيره. لو أنا عايزه ده عشان أنا مش مبسوطه معاه فيا العلاقة. يقول لي بس ما تسيبينيش عايزه، تعرفي رجاله اعرفي، بس ما تسيبينيش عايزه تنامي مع رجاله نامي، بس ما تسيبينيش اللي انت عايزاه تعمليه اعمليه، بس ما تسيبينيش. اقول له انت ما تاش راجل كده، يقول لي ماشي انا مش راجل، بس برضه ما تسيبينيش الحد. ما قعدت افضفض مع واحده من صحباتي: انت يخرب بيتك يا مارو، لا يكون العمل يا ابنة لسه، ده المفروض الأعمال دي بتتجدد وكده. قلت لها مش عارفة هانا، كنت عامله العمل كده كحاجة إن أنا يعني أوقعه بس فيا عشان اتجوزها لكم، ده بيحبني بجنون بطريقه مش طبيعيه،
ومهما بعمل فيه ما بيسيبنيش ولا بيزعلني ولا بيزعق لي ولا أي حاجة. بس أنا خلاص بقى مش طايقه ولا عارفة هتعامل معاه. كرهته، كان نفسي واحد يشبعني ويحسسني كده إن أنا عينيا مليانه بيه، ما فكرش في أي راجل تاني غيره. أنا عايزه الراجل يبقى مفتاح ومدقدق كده وشقي زي عشان أقدر فعلا إن أنا أقتنع بيه، لحد ما ابني في الشارع كالعادة وأنا رمياه كده مش مهتميه. جيت لي شكو منه تعت بنت في الشارع، بنت أبوها جاية وعمال يزعق ومتشنك قوي. قوي إيه؟ الراجل ده مهند أبيض بحمار بعينين بشعر بشفايف حمراء. إيه الراجل ده الجنتل ده؟ إيه ده؟ بقيت واقفه متنحو قدامه وهو عمال يكلمني على ابني وبنتي ومش وانا قاعده متنحو لها كده. عمال واقول ده ما يزعلش يا جماعه، مين اللي مزعله ومش عارفه؟ هو بيقول ايه؟ خلص كلام من هنا وقلت له بقول لحضرتك ممكن بس رقم الموبايل وانا هخلي والده يكلمك واللي حضرتك عايزه كله لقيته. وقال لي اتفضلي ورحيني فعلا الرقم بتاعه. مشى من هنا الولد مش راضي يطلع من دماغي. حته ولد زي القمر طبعا. الراجل ده اكيد متجوز، ما هو معاه عيل يبقى اكيد متجوز ومخلفه مع ولد وبنت قدامي. هو المهم رحت مكلماه في التليفون وبطريقي الخاصة. في خلال أسبوعين الراجل ده كان بيني وبينه قصه غريب جدا، كيمياء ما حصلتش مع أي راجل قبل كده. كنت بحب قوي وبرتاح لما اتكلم معاه، عوضني عن أحاسيس ومشاعر ما حستهاش مع أي حد في الدنيا. وبقى كل همي أنا مش عايزه سيد، مش عايزه سيد يبقى موجود في حياتي ولا حوالين مني، عايزه أبعد عنه، عايزه بس أبقى مع ممدوح. ده هعمل إيه واتصرف إزاي؟ بقول كلام زي الدبش. السيد بعامله أكتر ما عامله. وهو يا جماعه مفيش رب بيتك اعمل ايه؟ بصدارتي ليه يا بنتي على الزفت الراجل اللي كان عامل لنا العمل ده. بتقولي والله منقيه، بيقولوا ان الناس تعالكوا معاهم وكراشوا عشان ده جد دجال. قلت لها امال اللي انا فيه ده ايه؟ ده هو مش من العمل بتاعه يعني ولا ايه؟ قالت لي ما عرفش يعني كمان مفيش الراجل اللي أنا كنت معتمده عليه وكده. طب اعمل إيه في الراجل الزفت ده؟ المهم علاقتي أنا وممدوح اتوطدت لحد ما لقيته في يوم بيكلمني وبيقولي على فكره مراتي والعيال مش هنا. قلت له اهدى بجد. قال لي وعلى فكره مش هيجوا النهارده. قلت له والله هم راحوا فين؟ راح قال لي راحت عند أمها واخدوا العيال معاها وأنا قاعد لوحدي في البيت. شفتي إزاي؟ قلت له عايز حاجة يا حبيبي؟ قال لي نفسي قوي ان انت تجيلي دلوقتي. قلت له من عينيا، سبت البيت وسبت لور وسبت جوزي معرفش هيجي امتى ولا فين ولاي، ورحت طلعه جري على ممدوح وقضيت معاه اجمل يوم في حياتي. من بعد ما عملت معاه خلاص انا مش عايزه حد من الدنيا غيره. ده الراجل الوحيد اللي قدر يحسسني فعلا ان هو راجل، وقدر يحسسني ان انا ست مش عايزه حد ثاني غيره. حتى الشخص اللي انا كنت بحبه القديم ده، اللي المفروض إن هو السبب في كل اللي أنا فيه ده، وهو السبب في إن أنا أفكر أتجوز من سيد، لأ ما كانش زي يهلا. ممدوح كان مختلف تماما، ولا زي سيد ولا زي أبدا. إدهملي مهم حسيت إن هو بيحب يحبني بجد، وأنا بقيت مجنونه بيه. ما بقاش يعدي يوم من غير ما نتكلم سوا ونشوف بعض. كمان بقى بيتلكك وبيعمل الحجج الكتيرة علشان خاطر يحصل ما بيني وبينه. الموضوع ده من كتر ما هو كان مبسوط معايا وقال لي أكت من مرة دهجال أنا مراتي عمرها ما دلعتني. الدلع ده كله أنا عايزك وعايزه أفضل، عايش معاك يا تصرفي، أنا عايزه أتجوزك. قلت له مش عارفه جوزي متبت فيا بيده وأسنانه. قال لي بصراحة هو معذور بس أنا ماليش دعوة، أنا عايزه أتجوزك. طب هعمل أيه؟ طب اتصرف إزاي؟ قال لي اتصرفي وطلقي منه وهتشوفي أنا هعمل إيه. طلقي مراتك وأنا هطلق مراتي. قلت له لا أنا مش عايزاك تطلقها. قال لي ليه؟ انت مش بتغلي عليا. قلت له لما أشوف بس الأول أنا هعمل يهود وأحاول معايا يا جماعة بكل الطرق. ابقى قعدوا كده واقعد أرميله في كلام زي الدباش، هو متمسك بيا برضه. قال له أنا ما بحبكش، يقول لي مش مشكلة أنت تحبيني أنا ما أقدرش استغنى عنك وعن وجودك معايا في نفس البيت، حتى لو مش هتكلميني، حتى لو مش هتعملي لي أي حاجة، حتى لو هتبقي قاعدوا كده بس قدامي زي الكرسي أو الكنبة اللي أنت قاعدوا عليهم دول. قلت لا مستحيل، ده يبقى طبيعي، ده أكيد بيحبني لسه بس مش عارفه في نفس الوقت. المفروض أعمل إيه؟ اتكلمت مع ممدوح وتقول له أنا مفيش غير أفكار واحده بس في دماغي. قال لي إيه؟ قلت له نقتله، هو مش راضي يسيبني ومش راضي يطلقني وعنده استعداد إن هو يحبسني، بس يخليني قاعده جنبه وحوالين منه، وأنا مش عايزه ده. أنا لازم أطلق. راح إيه اللي أنت عايزاه؟
أي حاجة وهتخليني أبقى معاكي في الآخر وأفوز بيكي. أنا هعمل هرتبنا كل حاجة كما يجب. إنه من بختنا وحظنا قبل التنفيذ الولد ابني ضربته عربيه وهو كان بيلعب في الشارع حصان هيرسو. خدناه وطلعوا نجوا على المستشفى الولها. إيه اللي حصل؟ معرفش إيه. عملوا تحقيق بسيط كده وكان في حد من النيابة خلاني إيه أمضي على اللي حصل. وطبعا وقتها بيتوني في المستشفى مع الوالدة جو سيد لحد المستشفى. إيه اللي حصل وإزاي ده حصل وإنت كنت فين؟ بصيت له كده راح قال لي خلاص يا حبيبتي حقك عليا، مش قصدي حاجة وأنا هروح البيت هجيب لكم طلباتكم وانت عايزينه كله، ولو عايزه انت تروحي وانا بات. خليني ابت. قالوا له لا ده عيل صغير وهنا عنبر الستات هي اللي هتبات معانا. قلت له لا انا اللي هيبات معاه ما عنديش مشكلة. وفعلا جاب لي شوية حاجات، طبعا كل حاجة ممكن ان انا احتاجها، وراح مروح قعدت شوية مع الولقيت. ممدوح بيكلمني وبيقول لي ان هو ظبط كل حاجه، وقلت له ان احنا الظروف خدمتنا. خدمه بقى مش عايزه اقول لك، وحكيت له على اللي انا فيه. ما كانش هممني اللي ابني فيه ولا كان هاممني اي حاجه. كان كل اللي شغلني في الوقت ده ان انا فعلا اتخلص من سيد واخلص منه تماما، وان انا ابقى خلاص بقى ابقى خلاص مع ممدوح، لان انا مش قادره ان انا اعيش بعيد عنه. قلت له كل حاجه هنعملها زي ما احنا، ومحدش هيعرف ان انا اللي عملت كده، لان المفروض ان انا هبقى هنا. بعد ما ابني نام سرقت نفسي كده ومشيت، وقلت اروح انجز نفسي بسرعه وانجز المهمه بتاعتي، وبعد كده ارجع ثاني. وكان مفيش اي حاجه حصلت، ورحت فعلا البيت وجمعت قلبي انا وممدوح وخلصنا على سيد بطريقه صعبه جدا. المهم ان احنا عملنا اللي احنا عايزينه. بعد ما خلصت اللي انا فيه رجعت بسرعه على المستشفى. خدت تقريبا 4 ساعات عبال ما خلصنا كل حاجة. رجعت لقيت ابني ده على صرخة وحده، ولقيت ممرضه قاعدوا جنبه. أول ما شافني كنت فين يا ماما؟ كل ده كنت فين؟ لقيت الممرضه بتقولي يا مدام ازاي تسيبي ابنك كده كل الوقت ده؟ قلت لها لا دي هانة لسه ماشي من شوية. قالت لي لا يا حضرتك ده انت ماشيه تقريبا من 3 ساعات كل الوقت ده، وسايبه الورد لوحده مع حضرتك موجود معاه ليه؟ على العموم أنا أخدت باليمنه واعتنيت بيه والمهم رحت حاطها في إيدي فلوس كده وعطيها لها. أنا كان هين عليها أقول لها أنا مش عايزاكي تتكلمي مع أي حد في اللي حصل ده، بس طبعا مش قادره. المهم رضيتها مراضيه كبيره قوي، وطبطبت على ابني وقلت له معلش حقك عليا. ودي ممكن تكون أول مرة أكلم ابني وأطبطب عليه. كان كل همي إن محدش يحس باللي أنا عملته ده أبدا. وتاني يوم يجي لي خبر جوزيامو راحت علشان تشوفه، لقيته ما بيردش، يرنوا عليه ما بيردش. المهم كسروا الباب الأوه جوه. خلص خالص الدنيا اتقلبت، وانا قعدت اعيط واول واصوت يا ترى مين يا حبيبي اللي عمل فيك كده؟ ابني وجوزي مره واحده، ابني يتخبط بالعربي هو جوزي يموت؟ لا ده بقى في حد مدبقنا بقى، ده احنا في حد بصص لنا في حياتنا بقى. وقعدت بقى امثل وابدع. بص ابدعت وابني لسه تعباني زي ما هو في المستشفى، والموضوع حبار وطويله قوي ومش راضيين انهم ينهوه. ففي الفترة دي حماتي بعد ما خلصنا خلاص الدفن وكل حاجة وابتدت انها يتهدى شوية، ما كانتش عايزه تسيب ابني خالص، ولا كانت عايزه تسيبني خالص وهي في النهاية برضه. عمت جيت للمستشفى وحضنوا الولة وهي قعدوا، ويا ريحه الغالي يا حبيبي يا الغالي، يالي الغالي كان بيحبك يالي. وانا منتظره بفارغ الصبر ان انا اخلص من موضوع ابني ده علشان اشوف ممدوقة. قالت لها خلاص بقى يا عمتي اهدي، انا هروح البيت كده اغير كده واروع على نفسي كده واجيلك. قالت لي ماشي روحي انت يا بنتي زمانك تعبانه ومتبهدل. هي رحت كلمت ممدوح وقلت له دقيقتين ولاقيك عندي قبل ما امشي، انا عايزاك تدلعني، انا تعبت، انا زهقت من قعده المستشفى، انا مش قادره. قال لي ما بلاش دلوقتي عشان خاطر الراجل اللي لسه ميت ده والدنيا. قلت له انت وحشتني، انا مش هستحمل ان انا افضل قعده كده. خلاص قال لي خلاص ماشي، وفعلا الدار كده واتسحب لحد ما طلع لي، وقضيت معاه شوية وقت حلوين. وبعد كده قمت بقى أخدت دش وغيرت هدومي زي ما كنت قايلها لحماتي بالظبط. رحت عند حماتي لقيت الدنيا مقلوب. هو في ايه؟ في ايه يا حماتي مالك؟ لقيتها بتبصلي كده وبتقولي هو انت رحتي فين؟ يوم ما ابنك كان محجوز في المستشفى في أول يوم رحتي فين بالليل؟ وقعدتي 4 ساعات لما النيابة كانت بتحقق في الموضوع بتاع جوزك. قلتي ان انت كنت في المستشفى ما تعرفيش حاجة، انت غلبان ومسكين وقعدوا بابنك، بس 4 ساعات مش شوية ان انت تسيب ابنك لوحده. بصيت لها كده وقلت لها يا شيخو ده انا حرام عليا ما تفتريش عليا، ده انا رحت جبت اكل وخدت شريط لي، انت كذاب وابني هو اللي جابلك الحاجة.
حاجوا قبل ما يروحوا تاخدي دش في 4 ساعات. 4 ساعات يا مروه قتليها. هي بلغت وقلبت الدنيا وخلت الممرضة تتكلم، والممرضة حكت كل حاجه وقالت فعلا إن أنا في يوم غيبت فيه، وقالت اليوم كمان بالتاريخ بكل شيء، وإن أنا ما كنتش قاعدة مع ابني في المستشفى زي ما أنا قلتها والما زنقوني بالكلام. حكيت لهم كل حاجة وقلت لهم أيوة أنا اللي عملت كده، ما كانش راضي يطلقني ولا يسيبني، وأنا طهقته وطفحته وما كنتش بحبه وما كنتش برتاح معاه في أي حاجة كنت عايزه. الراجل يدلعني ويكون قدي ويبسطني ويسعدني ولقيته، ولما لقيتها سبت ده ورميته خلاص اعمل ايه، ما هو غصب عني. وطبعا وقتها اتقبض على مدحت اللي هو كمان ما كانش عارف يعمل ايه، واضطر ان هو يعترف زيي، لان خلاص ما بقاش في اي حاجة قدامنا غير ان احنا نقول الحقيقي. طالما التحليات اشتغل غلت خلاص الموضوع أصبح منتهي. وفي اليوم ده أنا خسرت كل حاجة في حياتي، خسرت ابني وخسرت جوزي وخسرت شرفي واسمي وسمعتي وحماتي كمان اللي كانت برضو لسه بتعاملني يعتبر كويس. وأهلي لما بعت لهم أكثر من مرة علشان يجوا ويشوفوني ويقولوا لي اعمل ايه ويكونوا جنبي مساندين ليا، لقيتهم بيقولوا احنا مرو بنتنا ماتت، ما تبعت لناش على اي حاجة واترمت. انا وهو كده رميت الكلاب وكل ده ليه؟ علشان دماغي، علشان شيطاني فهمني. انا الحياة كلها كده لازم تتاخد على هوانا، نعمل كل اللي نفسنا فيه عشان مش هنعيش غير مرو وحده، حتى لو غلط حتى لو حرام. ما فكرت ان الحرام ممكن يضيعني أو ممكن يضيع مستقبلي، كنت مفكره إن الدنيا ديت كده اتخلقت عشان تتعاش وتستلزم كل حاجة فيها. كان ممكن إن أنا أعيش حتى مع سيد بعد الجواز كويس وفوق بقى لنفسي وكفاية، أو يلي حصل لي زمان وكفاية إن هو اتجوزني واسترني، وفعلا كان بيتمنى لي الرضا أرطب سد، وكمان كنت متبطره عليه وما عجبنيش. علشان كده ربنا قال لي تعالي بقى، أنا سايبك من زمان وإنت مش راضيه تتعاضي ولا تتوبي ولا تبعدي ولا تتراجعي، وكل حاجة بتعمليها غلط لازم لك حساب كبير. ودي كانت فعلا نهايتي، ودي كانت قصتي ولو كملت القصة. لحد هنا ما تنساش بقى تشاركنا في رأيك تحت أسفل التعليقات لأنه أكيد بيهمنا. اشترك في القناة وافعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، وياريت تعمل شير لأصحابك وحبايبك علشان هم كمان يتابعوا معنا قصة النهاردة. سلام عليكم.